إذا كان هناك من يناصر قضيتنا لا نرفضه. إذا كان قد أخطأ في حقنا ثم يعني رجع وبدأ ينصر قضيتنا كما يفعل أسعد الشرعي. وإذا قلت أنت أنه إعادة علاقة فهذا أسوأ بالنسبة لي، يا ريت أنه تطبيعه بس، لكن تقول العلاقات موجودة ونحن استعدنا وهذا أسوأ. هذا ممكن نفتح له نقاش خاص. أنا منطلقاتي دينية في هذا الجانب، منطلقاتي أن المطبع لا يربح. العلاقات مع إسرائيل خسران خسران. أنتم ما دام أنكم لستم مطبعين روحيا ولا نفسيا فلتطبع الأنظمة، فلتطبع الأنظمة أو تعيد العلاقات أو سموها كما شئتم. أسعد الشرعي يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابعه الملايين من العرب. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا. Toi t'es moche, puis t'es con, tu vois. Enfin vous êtes con quoi, t'es très con, je te le dis. البنية التحتية التي أبهرته، نظافة المدن التي أذهلته. يجب على الآخرين. الإنسان المغربي الذي دوخه بكرمه وبطيبوبته وباحتضانه شيء مدهش. فأنا في تقديري أعظم اعتذار للمغاربة ولملك المغرب هو هذا الذي يفعله.
سي جراف تقعد هكا في زيت حتى تموت يا اللي فيك الريحة. أنا رأيت بأم عيني كم يستقبلوا من المغاربة. المغاربة بلداء، هل تظنون أن المغاربة أغبياء؟ الرجل يستقبلونه بالأحضان وهم يعلمون علم اليقين أنه أساء وأساء وأساء، والآن كما ترون. استعدادا للإقلاع، المرجو التأكد من أن أحزمة مقاعدكم مربوطة. هي نضحكوا كامل هي. والله لا تدور الدائرة ومسكوك أنت، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من أعان ظالما سلطه الله عليه. أنت يا من تؤيد النظام المغربي أنه يعتقل هؤلاء المساكين، والله بتدور الدائرة ومسكوك أنت، ومسكوك واعتقلوك وبهدلوك أو يعتقلوا أقرب الناس إليك. هي الدنيا دوارة، الدنيا بتدور، فانتوا شغلوا إنسانيتكم. خلونا ننتقل من مملكة إلى مملكة أسوأ وأضرط وأوسخ، مملكة المغرب. لكن نقول لكم أنتم بلادكم اليوم في أوسخ صورة أمام العالم، أوسخ صورة. مملكة إيش؟ مملكة العهر، مملكة القهر، مملكة الحقارة، مملكة الظلم. هذه مملكة إيش؟ بعضهم يسميها مملكة الإنسانية. أي إنسانية عند أبوكم أنتم؟ ولا مغربي دلخ، مغربي غبي. عندما نقول له بلدك تسلم، قال يا أخي هناك اتفاقيات. لو تسأله أنت ما هي الاتفاقية هذه؟ متى أبرمت؟ ما هي بنودها؟ وكيف وما ولا فاهم من شيء. تعال يا روح أمك اللي قاعد عامل نفسك ذكي، ما هي هذه الاتفاقية؟ شوف، هو فقط يردد كلمة بغاء، عقله مقفل وإنسانيته ميتة. اتفاقية إيش؟ ما هي هذه الاتفاقية؟ ما اسمها؟ ما هي البنود؟ في متى أبرمت؟ ولا يعرف أي شيء. بس قالوا له هكذا، بيسمع في أبواق النظام المغربي أنه والله بين اتفاقية وبين ما عاد جرأنا نجي. من الذي سيأتي عندكم وانتم مطاراتكم بهذه السخافة وبهذا الحقارة؟ قطع طريق إلى مملكة قطع الطريق، مملكة البلطجة، مملكة الذي أصبحت مطاراتها عبارة عن بلطجة وقطع طريق. المغرب في محطات المغرب الآن تشوهت. المغرب الآن أي واحد قبل ما يسافر يعد لل1000، حتى لو لم تكن ناشط، ولا ممكن يدقوك في أي لحظة، ممكن يمسكوك حتى بدون تهمة، أو حتى يشتبهوا فيك. قبل ما تسافروا عرفوا البلد الذي أنتم مسافرين إليه. متى تطلعوا يا عياشة؟ اطلعوا يا عياشة، يا ميتين انتوا، يا أصحاب الضمائر الميتة والعقول الميتة، متى؟ أسعد الشرعي يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابع الملايين من العرب. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا. معنا يا أخوان الكرام اثنين. الأول أمير المؤمنين نعم، محمد السادس عشر ملك المغرب، والثاني الشخبوط الرجيم شخبوط الإمارات. هذول الاثنين يا أخوان الكرام بينهما تنافس غريب، تنافس عجيب ومحموم، بعد تنافس قوي. على ماذا يتنافسون؟ تخيلوا على ماذا يتنافسون؟ على السقوط. كل منهما يريد أن يصل إلى القاع أولا، يسقط ويطبع ويخون وينبطح، سقوط أخلاقي، سقوط إسلامي، سقوط سياسي، سقوط دبلوماسي، يعني حدث ولا حرج. كل يوم أنتم تسقطوا، وكل يوم أنتم تتنافسوا على السقوط. أنا أتمنى أنه ما حد يفوز منكم على الثاني، يعني أتمنى أنه كلكم يعني تتشاركوا المركز الأول. عندما تصلوا في سقوطكم إلى الحضيض تحصلوا على المركز الأول مع مرتبة القرف. عموما يا أخوان، أنا اليوم أريد أن أقر بشيء. عندما كان الجزائريون يقولون أن المغرب يستقوي عليها بإسرائيل، أنا أكثر واحد وقف ضد الجزائر. قلت لا شوفوا، المغرب مطبعة، لكن مستحيل يصل بهم المواصيل إلى أنهم يستقووا بالكيان الصهيوني عليكم كجزائر. لا، ما فيش داعي تستخدموا هذه الورقة. أنا أكثر واحد يعني وقفت في وجه الجزائريين، قلت لا، ولا خير فينا إذا لم نقول الحقيقة. الآن ثبت بالأدلة القطعية أنه فعلا هناك استقواء مغربي بالكيان الصهيوني على الجزائريين. نقولها بالمفتوح، نحن وقفنا ضد الجزائريين وهم يرددون هذا الفرية عندما كنا نعتبرها فرية، لكن المغاربة والسياسة المغربية نفسها أثبتت أن هناك استقواء مغربي على جارتهم الجزائر. مش من عندي هذا الكلام، منكم أنتم كمغاربة،
من سياسة بلدكم أنتم كمغاربة. بلادكم أكدت ما كانت تقوله الجزائر بغباء، بذكاء، بقصد، بدون قصد. الآن هذه الفرضية أصبحت حقيقة. امشوا معي حبة حبة. أول حاجة بالتطبيع. التطبيع هذا الوحدة كان خيانة. ثاني شيء مجيء وزير الخارجية الإسرائيلي إلى داخل المغرب يهدد الجزائر. لاحظوا الترابط. تطبيع، وزير خارجية الكيان الصهيوني يأتي من المغرب يهدد الجزائر. 3 توقيع شراء القبة الحديدية للمغرب من داخل الكيان الصهيوني. 4 بعد أسبوع سيصل وزير الدفاع الكيان الصهيوني اليهودي إلى داخل المغرب لإبرام اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات أمنية. هذا الترتيبات مستحيل تكون صدفة. لمن كل هذا القناديل يا أخواننا في المغرب؟ أنت كمغربي ما عندكش مشكلة إلا مع الجزائر، ما عندكش مشكلة. يعني التوقيت المريب لزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي الذي ستكون بعد أسبوع، وأتمنى ألا تتم، توقيت مريب. يعني ما فيش تفسير غير هذا التفسير. لا تلوموا أي واحد. أنا أسعد الشرعي بشحمي ولحمي كنت أنفيها عنكم يا مغاربة، وأقول لا يمكن أن المغرب تستقوي على جارتها الجزائر بالكيان الصهيوني. اليوم أنتم تثبتون هذا الكلام، تثبتونه على أرض الواقع. إيش معنى في وقت العلاقات متوترة بينك وبين الجزائر، وشبح الحرب يعني يخيم على الدولتين، وهناك قتلوا، والجزائر يعني تهدد بالرد، والناس يعني أيديهم على قلوبهم أنه ممكن تنفجر الحرب في أي لحظة. تقوم أنت تأتي بوزير الدفاع الصهيوني في هذا الظرف، في هذا التوقيت، في هذه اللحظات، في هذا الجو المشحون والحرب على وشك أن تندلع بين البلدين، تأتي بوزير الدفاع الصهيوني توقع معه اتفاقات أمنية. خلاص واضح. الطفل الصغير بيقول لك الهدف هي الجزائر بدون كلام. لا تحاولوا. أي عياشي، أذكى عياشي فيكم، أتحدى أذكى عياشي يجي ينفي هذا الكلام. لمن يا أخي؟ من معك أنت علشان تقاتله؟ ما عندك مشاكل مع الجزائر. فبالتالي نظرية الجزائريين صحيحة 100%. وأنا هنا أسحب اعتراضي عندما كان يقول الجزائريين أن المغرب تستقوي عليهم. والله أنني البعرة تدل على البعير. أنا ما أتجنى عليكم، ما أتجنى. أي مغربي يجي الآن زعلان، أنا لا أتجنى عليك، أنا أحكم عليك من سياسة بلدك. أسعد الشرعي يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابع الملايين من العرب. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا. ما قد انتهت فضيحة وزير الخارجية، الآن تريدوا تجيبوا فضيحة ثانية. وزير الدفاع يجي خلاص يا أخوان الكرام، ما عاد فيش أي مجال، ولا يستطيع أي واحد عياشي أو أي واحد تبع النظام المغربي أن يكذب. غباء فاحش. يعني إذا كان عندك خلاف مع الجزائر، أنت اليوم خدمتهم خدمة عمرهم ما كانوا يحلموا بها. الآن الجزائري يستطيع أن يتكلم وهو رافع راسه ويقول فعلا نحن على خصام مع دولة مطبعة وتستقوي علينا بالكيان الصهيوني. وإذا قالوا هذا الكلام، هناك هذه الحيثيات وهذا الأدلة التي ذكرناها لكم تثبت هذا الكلام على طول. أنه أبسط واحد سيقول هذه الزيارة المقصود بها الجزائر. لا حد يجي من أتباع من العياشة يقول أنت والسياسة وهذه ويجي بيتي هذه مصالح دول، هذه دبلوماسية ايش يا أخي؟ أنت مسخت أمة. قولوا أحسن شيء، قولوا إن الزيارة مفروضة عليكم من المغاربة، وإن الوزير هذا أبرك لكم، هذا أحسن حل، هذا أهون الضررين. أما أنك تقول إنه أنت دعيته يزورك في هذا التوقيت، فأنت هنا في منتهى الغباء، وعطيت الجزائريين دليل قاطع أنك تستقوي بالكيان الصهيوني عليهم، وكلنا سنقف ضدك. موضوع أنه يتمترس مع الملك محمد السادس أمير المؤمنين اليهود محمد السادس اليهودي المغربي. لا ماشي نضحك عليك، نضحك معاك. أنا فرحان لي سألت. ويبرر هذا الفضائح، برروا فضيحة وزير الخارجية، والآن سيبرروا فضيحة وزير الدفاع. يا أخي اليهود المغاربة ما بأيدوا التطبيع مثلك أنت كمغربي عربي مسلم. استحوا عيب يا أخي. حبوا ملككم، قلنا لكم حبوا، الله يجعل لكم الضرس. حبوا يا أخي حتى يتقلع عن ضروسكم يا أخي، حبوا. لكن عندما يغلط من هذا الغلطات وهذا السياسة المغربية، يقولوا الله إننا نبرأ إليك يا الله. ما وزير الدفاع يا أخي،
اصبروا شوية، ستأتي عندكم يا أهل المغرب، وأيضا يتم عبرنة اللغة. قديم عبرنا من الله مفرنسة، قد أنتم مفرنسين عادوا بيجي لكم ما العبري يعبرنكم ويهودكم ويصهيونكم. كل شوية سارحين جايين، ما عندهم غير الإمارات المغرب، الإمارات المغرب، الإمارات المغرب. هذا الانحطاط. معنا الآن بكل جدارة محمد السادس انضم إلى صهاينة العرب. الآن نضمه مع مرتبة القرف. قول لكم ازعلوا يا عياشة ولا اضربوا راسكم في الحيطة. أي عياشي ما عجب كلامي يشرب البحر الأحمر. على آخرتها أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اليهود، يهود المغاربة، أمير المتصهينين، يجي يشوه وجه المغرب الجميل هكذا ويستعدي الجزائر بالصهيوني. يا أخي إذا كنت فالح يا أخي قاتل أنت. إذا كنت قوي ومغربي وعندك جيش لماذا تستعين بالغريب؟ خليك رجال، إذا قد الرجالة وقد الحرب ادخل يا أخي واجه الجزائري وجه الوجه. لماذا تستعين؟ وأنت قلت إن الأرض قوة وإن الصحراء صحراءك والبلاد بلادك لماذا تستعين؟ ليش؟ وما لقيت إلا هذه يا أخي. طيب استعين بدولة إسلامية يا أخي، روح باكستان، روح ماليزيا، روح تركيا، روح أي دولة، روح لك دولة خليجية اعمل معها اتفاقية. ما لقيت إلا الكيان الصهيوني. إذا أنت قوي لماذا تستعين بالغربي؟ لماذا تستعين بالصهيوني؟ ادخل مع الجزائر في حرب وافرض وجودك وورينا قوتك المغربية إذا كان عندك قوة. بأسنا بيننا شديد، رحماء على الكفار، أشداء على بعضهم. المغربي قاعد يترمسس لي مع اليهودي وبينما مع الجزائري. وقال لك سياسة الدول، دبلوماسية، مصالح الدول. أمانة أنه يطفش بقلبي العياش اللي يقول هذه مصلحة بلادنا، إحنا الملك حقنا بارك الله، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاد أنتوا ترصوا جنب الله، جنب يا أخي الله بس، الله لا تشرك معه أحدا، لا وطن ولا الله، بس الله، لا تقول الله الوطن الملك. والله هذا مصلحتنا والملك أدرى، إذا مصلحتنا في التطبيع خلاص إحنا نطبع. أنت سامحني يا أخي، يا أنت مغيب، أنت تحتقر نفسك، أنت تسلب نعمة العقل الذي ميزك الله بها عن البهيم. لفت نظري كما تلاحظون الشجرة التي في الصورة. أنا غردت بهذه الصورة فأكد لي الجماعة أنه هذه صورة النسب العائلي. يعني حكام المغرب يقولون أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشجرة تبين نسبهم الهاشمي، وأنها حاكمهم هو أمير المؤمنين، وأن نسبه يعود إلى بيت النبوة، وأن نسله يعود مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. وخلوني أعلق على هذا النقطة تعليق هكذا مقتضب. أنا بصراحة يعني بالله عليكم، وأنت تنبطح لليهود والذي أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمموا النبي صلى الله عليه وسلم والذي حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، تنبطح لهم وتطبع معهم وتجي تحط لي الشجرة حق العائلة على أساس أنه أنا النبي جدي وأنا نسلي يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا التناقض يا أخي؟ ما هذا التناقض؟ أنا أرى أنه محمد السادس، وإذا كان عنده رجل رشيد، أنه لا يستفز خلاص أنت استفزيت المغاربة بالتطبيع، لا تستفز المسلمين بإقحام أنك من آل البيت وأنك من آل النبوة وأنه نسلك يعود للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا أعتبر قول محمد السادس هذا إذا يجي يقول أنا النبي جدي وأنا أمير المؤمنين، والله أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن إساءة ماكرون الفرنسي، لأنك تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، تسيء به. يعني إذا تريد أن تقول أنك أنا هنا لا أعبث بالأنساب ولا يعني أناقش الأنساب، يعني ما أدري هو من آل البيت صدق ولا من آل البيت كذب ولا من آل الحوش. انطم واسكت يا محمد السادس، انطم واسكت يا أخي، لأنك الآن وفي هذا الظرف بالذات وأنت منبطح للكيان الصهيوني ولليهود تجي تقول أنا نبي جدي وأنا من آل البيت وأنا نطفة نقية وأنا درجة مرتفعة. أنت تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة تفوق حتى إساءة الفرنسيين له بالرسوم المسيئة. فلا تستفز المسلمين، يكفي استفزيت وقهرت المغاربة قهر. لا أنت يا محمد السادس ولا كل من يدعون الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، سواء حتى بني
أصحاب العمائم السوداء في إيران يقولون نحن من آل البيت، الحوثيين في اليمن مجرمين، حتى النخاء يقولوا النبي جدنا والحسين بن عمنا وإحنا من آل البيت، وأنت يا محمد السادس وغيرك من الظلمة والمستبدين والفاجرين والمنبطحين والمطبعين الذين تدعون أن يا أخي أنتم إذا كان سنضعكم في خانة النبي فأنتم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول محمد السادس أنا من نسل النبي إساءة، لأنه لا يشرف النسب أو النسب النبوي وبيت النبوة أن تكون هذه الأشكال المنبطحة والمطبعة والخائنة للأمة من نسلهم أبدا على الإطلاق. اعمل نفسك ميت. بلها اسطوانة أمير المؤمنين هذه والله ما هي ظابطة خالص. بلها اسطوانة أمير المؤمنين وآل البيت والنبي جدي. نحن يعني نعاني من حرب عقول، يعني هناك حاجة اسمها هندسة العقول. هناك الآن من يريد أن يقنعكم أنتم المغاربة ويقنعنا إحنا كلنا كمسلمين إنه وما يدريك يا أخي أنتم لماذا لا تنظروا إلى المسألة من الجانب الإيجابي. يعني يقنعوك ويحاولوا يصنعوا ويسيطروا على عقليتك ويسيطروا على تفكيرك لدرجة أنهم يقنعوك أنه التطبيع هذا أنتم ما تفهمون. ربما يأتي اليوم، واحد قال لي ربما تأتي الأيام وتدرك أن المغرب لعبها صح بالتطبيع. شوف كيف يدخلوا إلينا العقول ويريدوا يقنعوك أن الانبطاح والاعتراف بالمحتل فلسطين هو من أجل فلسطين. استحمار، والله العظيم وصل الاستحمار إلى المغاربة. أسعد الشرعي يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابع الملايين من العرب. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا. يا أخي أنت خلونا نبدأ بآخر واحد دخل زريبة التطبيع. يا أخي طبع مع الشعب المغربي، طبع مع الشباب المغربي الذي بيركب البحر ويموت. وشوف قضايا شعبك، طبع مع الشعب. يعني حتى وإن رأيت شوية عياشة عاش الملك وكذا، يا أخي في كثير والله يعني مبؤوسين حالتهم حال. طيب خلوكم الشعوب، قد إحنا عارفين إنه حقنا الزعامات العربية ما يأتوا بإرادة الشعوب. إحنا يا إما الحيوانات المنوية زيط كوبي، يجي يقول لك أنا من آل البيت، حق أبوها الملك حقه رسمي، حقه مش عبر الصناديق، ولا لنا دخل اللي بيحكمونا كعرب، ما لنا علاقة ولا اخترناهم ولا شيء. جو من مجرى البول على طول وقالوا ملك، والملك يموت وداها لولده كأن احنا بعير. التطبيع مع المحتل، التطبيع مع الكيان الصهيوني والسلام ويتكلم لي يجي لك يتكلم عن السلام على أساس المغرب كانت داخلة حرب مع إسرائيل وكانت بينهم حرب. ايش من سلام من سلام ايش يا اخي اعمل لك سلام مع البوليساريو اذا قد ربك حكم. شوف طبع معهم يا اخي، اعطيهم حكم ذاتي ولا شوف لك حل. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. مع هذا الملك محمد السادس وسابع وثامن وقدام وريوس، ما عاد دريناه حتى نحفظ اساميهم. زرعوا لنا هؤلاء الخونة وطرحوهم على سدة الحكم ومحافظين عليهم. فليش بيحكموا من 60 ومن 70 سنة؟ لأنه أمريكا راضية. أنتم مفكرين أنه هذا اللي في الحكم الآن أنه اليهود والنصارى مش مرتاحين لهم؟ والله لو كانوا مش مرتاحين لهم يطيروهم في شهر من عند محمد السادس للسابع للسادس عشر للقدام للريوس، كلهم هذولا، واللي في الخليج واللي في بعض أكثر الدول العربية كلهم مزروعين زراعة. أي شو؟ لحماية إسرائيل. الوطن شيء، عاد بعضهم يقول لك الله الوطن والملك، ما دخل الملك تجيبها جنب الله، والوطن ما دخل أبوه. هو واحد الخخبل أهبل هبيلة، واحد بيحكم له 4 سنين وبيمشي، كيف تجيبها تحطها جنب الله الوطن ما أدري ما هو. من قال لك هذا الكلام؟ الله شيء والوطن شيء، وهذا مجرد عامل يأتي يحكم 3 سنوات 5 سنوات، والمفترض أن هذه هي الآفة التي يعني زبالة، أبناء زبالة معنا، حكام زبالة، ومعنا يوجد من يمجدهم ويوقعهم. بعضهم ميت جوع، والله إن بعضهم ميت جوع، وحالة أبوه حالة، ومع هذا عياشة. عاش الملك
وعاش الرئيس وهو ميت جوع والله، حتى كرامته كإنسان لا يوفرها له هذا الصنم الذي هو يسبح بحمده ليل نهار. ما شفنا حد يا جماعة يعلق صورة الملكة إليزابيث في بريطانيا، والله ما شفتها 20 سنة، ما حد داري بها ولا حد داري برئيس الوزراء ولا حد. وإحنا والإنسان البريطاني عايش في القمة ما ينقصه شيء، وإحنا واحد طرطور مشنكة حالة أبو حالة بيدور يتمنى فيزا بس يخرج من بلاده، يمني كان أو مغربي أو من أي دولة أخرى، يتمنى بس إنه يحصل على فيزا يجي بريطانيا، ومع هذا معلق صورة الملك في الجدار. وعاش الملك، هذا الذي يسموه جلالة الملك وسمو الأمير، والله ما يسووا أجلكم الله. أسعد الشرع يقدم خدمات للقضية الوطنية، خدمات جمة. الرجل يتابع الملايين من العرب. الرجل نقل صورة هائلة للمملكة المغربية، الصورة الحقيقية للمغرب للعالم وللمغاربة أنفسهم أيضا.